السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اليوم ده روتين يوم الأجازة. روتين كده مليان أفكار لوجبات، وكمان هنعمل حاجة حلوة اقتصادية وفكرة جديدة وطعم جديد. يعني ايه، خلينا كده عملنا جاتوه بشكل جميل وطعم أجمل. تابعوا الفيديو وهتشوفوا الوصفات. أول حاجة كده قلنا نعمل بقى فطار مصري كده أصيل، بما إننا في غربة وبعيد عن مصر. ما بحبش أنسى الوصفات والأكل المصري خالص، فلازم بقى ندلعهم كده يوم الأجازة ونعمل لهم كده الأكل الحلو بقى، الفول، وهنعمل مسقعة، كنت كل مرة وهنعمل مثلا نقل طعمية. البتنجان، بس من وقت للتاني بعمله كده زي يعني شوي كده في الفرن. جبت صينية وقطعت البتنجان. انا كنت مقطعه البتنجان غسلاه ومقطعاه في مصفى ورشيت عليه ملح وصفى ميته. وبعد كده جبت صينية الفرن ورصيت عليها البتنجان ورشيت عليه رشة من الزيت، وكمان جبت الخس غسلته كويس جدا وحطيته في المصفى يصفي ميته. وكمان كنت بسلق الترمس في اليوم ده. جبت بقى الطعمية، طلعتها من الفريزر وخليتها فكت، حطيت عليها بيضة ورشة من البيكنج باودر عشان تبقى هشة، وحطيت عليها كزبرة وكمون. جبت بقى حلة على النار، قطعت فيها قرن فلفل اخضر وحطيت عليها تومة، وهسيبهم ياخدوا لون شوية. بعد ما اخد لون حطيت عليهم صلصة الطماطم دي عشان هعمل فيها المسقعة. برطمان التوم ده انا مش بستغنى عنه، يعني بستخدم التوم ده في كل حاجة. برطمان بالثوم برطمان توم بالفلفل الاخضر، والتاني كان سادة. وكمان عملت فول بالصلصة والثوم. بصوا بقى البتنجان كان طلع اهو. بعد ما الصلصة خدت غلوة هخلي البتنجان يكمل سوا في قلب الصلصة دي، وكانت حلوة قوي. وكمان جهزت الزيتون وعملت الفول بقى. جبت تومة في شوية زيت كده، تومة، وحطيت عليها، ممكن تحطي قرن شطة اخضر لو حابة، وبتحطي عليهم شوية من الصلصة وبننزل عليهم بالفول. وبعد ما خلصنا كده طبق الفول الجميل ده، حطيت عليه كده معلقة من الطحينة ورشيت عليه زيت زيتون. نيجي بقى للطعمية بتاعتنا. طبعا في طاسة على النار بسخن فيها الزيت علشان اقلي الطعمية، وعندي شوية من السمسم. السمسم بيدي الطعمية طعم حلو قوي، السمسم والكزبرة. وكمان قلت لكم قبل كده ان السمسم مفيد جدا، يعني حاولوا كده تدخلوه في الاكل، لاني مفيد للاولاد وبيقوي المناعه ومفيد للعظم كمان. هوريكم دلوقتي الطعميه وهي في الطاسه. وطبعا الطعميه المصري يعني طعم وريحه كده، وانتي واقفه بقى الصبح كده جنب بتاع الطعميه وتسمعي صوت بتاع الطعميه وهي في الطاسه كده، بتبقى صوت حلو قوي. الاكل ده بنسميه الاكل الشعبي المصري، اكله بسيطه ولذيذه وجميله. والاكله دي بنسميها اكله شعبيه كده، بتبقى اكله جميله ومفيش حد مش بيحبها خالص. واتمنى اللي لسه مزارش مصر يزورها يا رب على خير ان شاء الله، وهتنورونا طبعا في مصر ام الدنيا. مصر جميله وهتفضل جميله بناسها واللي زارها وبكل حاجه فيها. انا جبت ليا بقى كده رغيف اسمر، وعايزه اقول لكم ان الرغيف الصغير ده انا ما كملتوش. انا مش بقدر، يعني بصراحه انا مش بقدر اكل عيش كتير ابدا. ممكن اكل شريحه توست او شريحتين في اليوم بس، وساعات شريحه واحده، لكن العيش ده مش بقدر عليه خالص بصراحه. كده يكون خلصنا الفطار اللذيذ الجميل اللي دايما بيجمع العيله. وبعد الفطار بقى يعني بساعتين كده ولا حاجه، قلنا نشرب بقى قهوة كده حلوة. وكمان ما تنسوش شرب المية يا جماعة، داخلين على الصيف كل فيديو هفكركم بشرب المية. شرب المية مهم جدا، وتعودي اولادك برضو على شرب المية. في الصيف الجسم بيحتاج مية كتير كتير، والمية مفيدة للجسم جدا. كان عندي بسكوت دايجستيف اللي هو بالشوفان، قلت كده اخد واحدتين. يعني انا ممكن اكل واحده كمان من اللي انا حطاهم بس كده مع شويه القهوه، وساعات مش بكمل برضو فنجان القهوه. يعني على بصوا انا معدتي تعبانه، فباكل يعني بكميات بسيطه وقليله جدا. شايفين بقى القهوه كده وهي بتفور في قلب المكنه بتاعتها. حطيت شويه من اللبن، وكمان وانا بصب القهوه وقعت مني، مش مشكله عادي خالص.
ونقعد بقى كده مع نفسنا. ممكن تجيبي بقى كده كشكول وتقعدي تكتبي مهامك اليومية او تقرأي الورد اليومي من القرآن الكريم. المهم ان انتي تقعدي وقت كافي مع نفسك كده، تستعيدي كده مخك وتشغليه. انا عارفة ان احنا يعني المخ ساعات كده بيهنج من دوشة العيال ومن زحمة الحياة. تعالوا بقى نعمل الجاتو الجميل او الكيكة السهلة البسيطة بتاعتنا. هتجيبي كوباية من الدقيق وهتنخليها كويس. هقول لكم المقادير، بصوا المقادير كلها بالكوبايه. انا عملت معاكم نفس الكيكه ونفس المقادير، لكن كانت بالكاكاو وكانت يعني جاتوه كده كان حلو جدا. هتجيبي كوبايه من الدقيق، عليهم معلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر ورشه من الملح، كوبايه من السكر، كوبايه من الزيت، وكوبايه من الحليب اللي هو اللبن، وكيس فانيليا، واتنين بيضه. المقادير سهله وبسيطه واي حد ممكن يعملها. يعني ايه، بصوا حاولوا كده تفرحوا ولادكم في يوم الاجازه، تجمعوهم وتعملوا لهم حاجه حلوه اوفر وانضف من بره بكتير. كان عندي كيس كريم كراميل، انا هاخد منه من الكريم كراميل ده اللي هو البودر معلقه كبيره على الدقيق، هتدي طعم حلو قوي للكيكه. واللي هو السائل بتاعه ده هو اسمه ايه الصوص، ايوه الصوص ده في الاخر خالص هزين بيه الجاتو. هتاخدي في الخلاط كوباية السكر وكوباية الزيت وكيس الفانيليا، البيض في الاخر خالص لاني انا عايزة نص الصوص ده هزين بيه الجاتو في الاخر. هاخد الخليط اضربه في الخلاط، انا سبت كده شوية لبن في الاخر. بعد ما ضربت الخليط ده في الخلاط هاخد كوباية الا ربع منه. يعني شوف هو صوص ابيض، عارفين صوص اللي هو بيتحط على السينابون، يعني حاجة شبيهة بكده. طبعا ادخله التلاجة يتماسك لحد ما الكيكة بتاعتنا بتبرد وتهدى خالص. وهتفرحي اولادك بحاجة حلوة شكلها شكل الجاتوه، وهتبقى ان شاء الله اقتصادية وبسيطة. لو هتعملي مثلا مرتين في الشهر حسب مقدرتك، فاحنا بندي افكار لبعض. هاخد بقى البيض على بقية الصوص اللي هو في الخلاط ده، وهرجع اضربهم تاني في الخلاط. وهنا الدقيق لازم تنخلي الدقيق كويس علشان الكيك يطلع معاكي هش وجميل. الكوبايه دقيق على معلقه من البيكنج باودر ورشه من الملح. خدت كده السايل من الخلاط، المواد السايله، وضفتها على الكيكه على الدقيق، وهقلبهم بقى ايه بالراحه كده علشان الدقيق يتوه في السوائل. وطبعا بتكوني مجهزه الصينيه بتاعتك ودهناها دهنه من السمنه او الزبده او الزيت ورشه من الدقيق. ولازم الكيكه تدخل على فرن ساخن، فرن ساخن هتقعد حوالي نص ساعه على 190 درجه، يعني او 25 دقيقة، انتي حسب الفرن بتاعك. في ناس الفرن بتاعها حامي، وفي ناس الفرن بتاعها الولعة بتاعته متوسطة. اول ما تاخد لون كده من تحت وتحسي ان هي خلاص بدأت تاخد لون ذهبي، بتروحي طافية عليها النار ومخرجاها بقى من الفرن. بعد ما تخرج من الفرن هتسيبيها تهدى تماما، اوعي تعملي فيها اي حاجة غير بعد ما تبرد. هتجيبي الصينية تخبطيها كده خبطتين علشان تطلع الفقاقيع او الهواء اللي فيها، علشان بعد ما تستوي ما تبقاش فيها فراغات. لو عايزاها تاخد لون اكتر من كده عادي سيبها تاخد لون اكتر من كده. هنجيب بقى شوية كده من الحليب وهسقي بيهم الكيكة علشان تبقى طرية وجوسي معاكي. الولاد حبوها قوي، طعمها حلو بشكل، يعني طعمها حلو قوي بجد. جربوها وتعرفوا قد ايه ان انا يعني عندي حق في اللي بقوله. وصفة حلوة قوي. انا من النوع اللي مش بيحب يشتري حلويات من بره، ولا يعني ما بحبش اشتري بصراحة حاجات من بره، بحب اعملها في البيت. الصوص بقى اللي احنا كنا عينينه في التلاجة هنطلعه ونصبه كده على الكيك. على فكرة لسه هعمل وصفة الغدا معاكم، بس انا قلت ايه، بحب كده لو انا هعمل حاجة حلوة بعملها من بدري واسيبها في التلاجة. خدت الصوص كده وحطيته على الكيك. لو عندك كريمة جاهزة او كريمة عايزة ممكن تحطي عليها كريمة عادي خالص. كان عندي كده معلقتين من الكريمة، ضربتهم مع بعض وضفتهم برضو للكيكة، ادوا طعم حلو قوي. بحاول ان انا اخلي طعمها حلو برضو عشان الولاد يحبوها، وهما فعلا حبوها ويعني ما قعدتش بصراحة يعني. جبت كده بقى معلقتين الكريمة ضفتهم على الصوص اللي احنا ايه دهنا بيه الكيكة. وصوص الكراميل بقى، لو عندك صوص شوكولاتة عايزة تزيني بيه من على وش، عندك قطع فواكه. وعايزاكم برضو تشوفوا اللي انا كنت عاملاها بالكاكاو في الفيديو التاني، كنت مزينة كده بقطع اناناس من فوق. فالتزيين ده يعني حسب راحتك، ممكن تضيفي على قطع فراولة
المهم ان انتي يعني من الوقت للتاني اعملي حاجة حلوة للأولاد في البيت، او ممكن يوم الأجازة تجمعيهم كده. على فكرة اليوم ده مش هينسوه، الحاجات الحلوة بتأثر في ذكريات الأطفال، ولما يكبروا هيفتكروا اللي انت كنت بتعمليه معاهم واللي انت بتزرعيه فيهم من كلام حلو، من عمل طيب، وتشجعيهم على عمل الخير، وبتشجعي ولادك على كل حاجة. فهم دايما يعني ايه هيفتكروا كلامك الحلو اللي كنت بتعمليه، وهيفتكروا يوم الاجازة لما كنت بتجمعيهم على سهرة حلوة. ممكن تعملي سندوتشات برجر، تقلي بطاطس وحاجة حلوة زي كده. ممكن شاورما، عملت معاكم الشاورما وعملت معاكم البرجر، عملت معاكم وصفات حلوة قوي في القناة. وعملت معاكم ممكن تعملي بسبوسة، ممكن تعملي رز بلبن، اي حاجة يعني هتفرح الاولاد جدا مجرد ما تقولوا لهم ان احنا عامله لكم سهرة حلوة النهاردة في الاجازة. هدخلها بقى التلاجة وتعالوا نشوفوا هنعمل صينية سمك. كان عندي سمك وطلعته، وللاسف طلعته من بدري وحسيت ان هو اتهرى مني. لما تيجي تنضفي السمك نضفيه هو لسه متلج شويه. البرطمانات اللي انا دايما بحطها في الفريزر، برطمان توم بالفلفل الاخضر وبرطمان توم بس. هاخد كده معلقه من هنا ومعلقه من هنا، من التوم ده ومن التوم ده، وفي طبق كده، وهعصر عليهم ليمون واحط عليهم توم، وبحط عليهم كزبره وملح وكمون وفلفل اسود مش كتير، واقلبهم مع بعض، وهحشي بيهم السمك. ما تنسيش الليمون لان السمك يعني روحه في الليمون. انا كنت عماله اسجل بسرعه واتكلم بلهوجه بصراحه، لاني وقافله كمان الاوضه لان الولاد بيعملوا دوشه، وكنت عايزه اخلص تسجيل الفيديو بقاله كام يوم، وكنت عايزه اسجله وانزله عشان تشوفي يعني الوصفات اللي فيه. واتاخرت فعلا لاني ما بعرفش اسجل الفيديوهات خالص من ولادي. فكنت عماله بتكلم بسرعه بصراحه، وحاسه ان انا مش مركزه خالص. جبت بقى قطعت بصل وفلفل اخضر، هاخد من الخلطه اللي احنا عملناها على البصل واقلبه. ممكن تحطي شرايح بطاطس حسب ما تحبي، يعني ايه هي اتحكمي انت بقى في صينيه السمك، يعني عاوزه تقليه ليه، بس انا قلت ايه مره كده ومره كده يعني. مش بحب برضو المقليات كتير. من الوقت للتاني ممكن يعني مرة السمك يبقى مقلي، ومرة يبقى صينية، مرة يبقى مشوي. يعني بتحاولي برضو تنوعي فيه. انا عارفة ان في شخص بيحبه مقلي وشخص بيحبه كده، فلازم احنا بنعود ولادنا ان هم يحبوا كل حاجة. هحشي بقى السمك. لما بكون برضو بعمل حاجة عايزة اقول لكم يعني الولاد دايما واقفين على دماغنا في المطبخ، مش عارفة ليه، يعني لو احنا بنقول لهم اعملوا حاجة مش هيدخلوا المطبخ. المهم كده رصيت السمك بتاعنا، وجبت شوية من الصلصة وحطيت عليهم، تبلتهم ورشيت عليهم زيت، وطبعا هدخلها الفرن بقى لحد ما تستوي. وهنعمل احلى رز، هنعمل رز حلو قوي. انا عملت الرز باستعجال، جبت بصلايه هتخليها تاخد لون ذهبي، هتخلي البصلايه تاخد معاكي لون ذهبي غامق كده، وهتحطي عليها شويه ميه وهتخليها تغلي لحد ما تبقى لونها بني. كنت بوريكم ان انا برضو كنت جايبه في المشتريات فلفل ملون ونسيت اوريه لكم. الفلفل مفيد جدا، فيه فيتامين سي. وهنعمل بقى طبق سلطه حلو كده. ما تنسيش السلطه دايما جنب الاكل، عودي ولادك على اكل السلطه. السلطه الخضار، ما تفرحيش ان العيال ياكل حته سمك لوحدها كده او حته لحمه لوحدها، مش هيستفاد بالحاجه لوحدها. لازم خضار جنب، اي خضار جنب الاكل. هتعودي ابنك على كده، وهيكبر على كده ان هو يعني ايه ياكل الحاجه الصحيه. لازم السلطه، ما تستغنوش عن السلطه جنب الاكل ابدا، زي ما بتحبي بقى تحطي فيها. انا كنت بعمل الرز وانا بعمل السلطه. بصوا حطيت كمان حته كده من الفلفل الاخضر، بتدي طعم حلو قوي للرز. وبعد ما خد لون حطيت كمان معلقه صلصه مع الميه بتاعه البصل وهي بتغلي. هظبط بقى طبق السلطه، وحطيت عليه زيت زيتون ورشه من الملح بسيطه ورشه من الكمون، وجهزت طبق السلطه كده وهسيبه على جنب. وطبعا ما تنسيش عصره الليمون، فيتامين سي. ممكن تعملي عصير ليمون بالنعناع الاخضر، مفيد جدا جدا. احنا كنا بنعمله دايما في الصيف، وان شاء الله كده يعني ان شاء الله باذن الله نبقى نعمله مع بعض. وكمان هبقى اقول لكم كمان على حاجه، بس ايه الفيديو الجاي هبقى اقول لكم على حاجه حلوه كمان. الرز بقى بعد ما بيغلي بوطي عليه النار، والسمك بتاعنا كان طلع اهو. عايزه اقول لكم قد ايه السمك كان جميل قوي قوي وطري، وطعمه حلو قوي. السمك المكاريلي ده حلو قوي قوي بجد، وموجود في كل مكان.
شايفين بقى مستوية والسمك مفيد، يعني ممكن تعملي مرتين في الاسبوع سمك. السمك مفيد جدا جدا يا جماعة، يعني مغذي للشعر والعظم والجسم. فربنا يرزق الجميع يا رب. والرز بتاعنا لو كنت استنيت على الرز شوية كان اخد لون بني، بس انا برضو كنت مستعجلة، لان هنا الغدا بيكون في وقت معين او وقت محدد وكده بيكون. وخلصنا بقى الغدا بتاعنا وطلعنا الحاجة الحلوة من التلاجة بقى اخر اليوم. لو عندك بقى بيبسي، بس بلاش بيبسي علشان البيبسي مسكر قوي، في سكر كتير ودي حاجة حلوة مسكرة. ممكن تعملي فنجان قهوة او كوباية شاي دلع كده وتدي للاولاد، يعني ايه، من غير اي حاجة جنبه. عايزة اقول لكم الوصفة حلوة قوي قوي بجد. وصفة كيكة حلوة قوي، يعني هي شبه الجاتو، بسيط جدا يا جماعة، بسيط، يعني كوباية دقيق شو بقى عملت معايا كام قطعة وراضت الكل. اتمنى انكم تجربوا الوصفة دي، ما تندموش، جربوها. مش عايزين تضيفوا كريم كراميل خالص، يعني حسب اللي موجود عندك برضو. وفي اخر اليوم بقى كده، يعني ايه، هتشوفوا دلوقتي المنظر اللي اي ست بتحب تشوفه في اخر اليوم. طبعا اوعي تنسي كده بعد ما تخلصي ده كله، اوعي تنامي ومطبخك فيه مواعين، اغسلي بوتاجازك، نضفي مطبخك، اغسلي مواعينك قبل ما تنامي، وخلي المطبخ كده فله فله كده قبل ما تنامي، ويكون متظبط يعني. وربنا يعين كل الأمهات ويعافينا في صحتنا ويهدي أولادنا ويرزقنا الخير كله يا رب، ويجعل لنا البركة في كل حاجة في حياتنا. بصوا بقى، يعني المنظر اللي احنا بنحب نشوفه كلنا. وفي آخر اليوم كده بقى تعملي بقى فنجان قهوة كده مع نفسك، واستني فيديو جديد.